دي عين المية اللي كان بيشرب منها الأنبا بولا. المية دي نازلة من الصخرة، هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا أنا المكان ضيق جدا، كده احنا داخلين قربنا على العين، ممر كبير قوي جوه. طبعا اخر حته الناس بتشوفها هو الجزء ده من بره. احنا هنبتدي دلوقتي نلف مع العين وهنشوف شكلها. هي هنا ضيقه جدا، كده ابتدت تضيق. الموضوع هنا كده صعب قوي. طبعا انا مش هقدر اخش اكتر من كده لان جوه ضيقه قوي. انا مش عارف في حد بيعرف يخش جوه ولا لا، بس دي اكتر حته ممكن الواحد يعرف يخش لها يعني. كده احنا دخلنا جوه الصخره نفسها، جوه بطن الجبل. كل دي كده طفله جوه. طبعا جوه ضلمه قوي يعني، انا مش عايز اجازف ونبتدي نخش جوه. دي كده ابعد حته ممكن الواحد يخش لها. كده احنا نبتدي نطلع تاني بقى. طبعا انا كل دوت تحتيه ميه، فانا مش عارف اخش بقى عشان كده برضو. كده نبتدي نطلع بقى تاني. ده المنظر من جوه. طبعا محدش بيشوف كل ده جوه يعني، بتبقى حته صغيره قوي اللي بتتشاف من بره. كده احنا هنبتدي نخرج بقى تاني. طبعا طول ما انا ماشي انتوا شايفين الميه تحت رجليا، كل ده ميه، كل ده ميه. طبعا كل ده بيصب هنا. الميه دي داخله بقالها اكتر من 1400 سنه. ده عين الميه اللي كان بيشرب منها الانبا بولا. تمام. بتطلع هنا بقى، تتجمع هنا، تتجمع في الميه اللي جوه دي بس. ده شكلها. احنا كنا جوه خالص دلوقتي. بركة الأنبا بولا تكون معانا بقى كلنا.